السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واحلى متابعين، عاملين ايه؟ النهارده بقى ان شاء الله معانا فيديو جديد كده، وصفة الدونات دي بأسهل طريقة ممكن تشوفيها، وبعجينة كده قطنية وجميلة قوي، وكمان مش هيكون شارب زيت معاكي خالص. حاجة كده ما شاء الله ناجحة من اول مرة، لو اول مرة تعمليها يطلع معاكي ناجح واحلى من اللي بنجيبه من المخابز بكتير قوي. تابع معايا الفيديو للاخر، ولو اول مره بتشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك وتدعميني بكومنت حلو منك. اول حاجه كده معايا ربع كوبايه من الزبده المذابه اللي انا مسيحاها على النار. تمام، ربع كوبايه كده. بصوا في الاخر ده هي كانت هتغمق مني فانا لحقتها يعني. تمام، هي ربع كوبايه، لو مش متوفر زبده ممكن سمنه او ممكن زيت. حطيت نص كوبايه من الحليب وعليهم بضايه. دي المكونات السائله اللي معايا. تمام، وباكت فانيليا. بقى ربع كوباية من الزبدة أو السمنة، وعليهم نص كوباية من الحليب وبضاية. معلقة كبيرة كده بقى حرامية من الخميرة الفورية. تمام، معلقة الأكل العادية من الخميرة الفورية. هنا بقى رشة من الملح كده صغيرة مع باكت الفانيليا، ومعلقة من الخل هنا محسن طبيعي بقى للمخبوزات والحاجات دي. الخل بيكون محسن طبيعي. تمام، هنقلب بقى المكونات دي كده مع بعضها، وكمان احنا لسه هنضيف مية، بس المية هضيفها في الاخر شوية بشوية على حسب العجينة ما تعوز معايا. تمام، وكمان المفروض نضيف معلقتين سكر بس انا نسيتهم وهضيفهم في الاخر برضو. تمام، المفروض السكر ينضاف في الاول مع المكونات السائل اللي هي السايلة دي عشان نخفقه كويس معاها. ضفت بقى هنا كوبايتين ونص من الدقيق. دقيق بقى متعدد الاستخدامات بس يكون نوع كويس اهو. وبدأت كده بقى اقلب بالمعلقة، وبعدين بقى هبتدي اعجن بقى كويس قوي فيها لحد العجينة دي بقى ما تلم معايا كده وتديني القوام اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. بصوا هي لسه اهي محتاجة سوائل تاني، فانا هجيب حوالي نص كوباية مية كده، مية دافية. تمام، وهحط فيهم بقى معلقتين السكر اللي انا نسيتهم. يعني انتي بقى لو انتي بتعمليه ما تنسيش السكر وتحطيه في الاول مع المكونات التانية. هقلب بقى الكلام ده كده في المية اهو كده، وهبتدي بقى ايه اضيف شويه بشويه، مش هضيفهم كلهم مره واحده، على حسب العجينه ما تحتاج معايا. تمام، وهبتدي بقى اعجن. تعجني بقى كويس كده. طبعا انت لو هتعجنيه في العجان مفيش مشكله، تنيكي تعجني فيه لحد ما العجينه تبقى ناعمه كده وطريه معانا، وكمان الحله بتاعته تنضف خالص زي ما هنشوف الطبق دلوقتي. هنتنينا بقى نعجن كده شويه، بياخد شويه في العجن كده يعني حبه صغيرين بس بيلم معانا بسرعه. هنتنينا نعجن بقى. وبصوا بقى هنا شويه الميه اللي اتبقوا دول حوالي معلقتين كده، انا ما خدتش نص كوبايه كلها، بس طبعا على حسب الدقيق اللي عندك. تمام، هي العجينه لسه بتلزق معايا اهي في ايدي، مش هضيف لها اي حاجه تاني، لا ميه ولا دقيق ولا اي حاجه، بس هتنيني اعجن فيها مع العجن فيها باستمرار لحد ما توصل معاكي زي ما انت شايفه كده، الطبق نضيف والعجينه طريه كده وحلوه. ما تكونش عجينه يابسه، تكون عجينه طريه كده وحلوه وفي نفس الوقت مش بتلزق معانا. جيت هنا بقى هدهنها كده مسحه زيت بسيطه على الوش كده، وهغطيها بقى بالورق الاسترتش او اي حاجه او كيس بلاستيك كده، وهنغطيها بقى بفوطه ونسيبها بقى تخمر حوالي، انا سبتها حوالي ساعه الا ربع. تمام، يعني لو في الحر قوي هتبقى نص ساعه بالظبط. انا اخدت معايا ساعه الا ربع بالظبط، وبعدين بقت زي ما انتوا شايفينها كده لحد ما يتضاعف حجمها اهو، او تخمر كويس معاكي. انا هنا بقى خرجت الهواء اللي فيها كده، قلبتها في بعضها كده، وجيت هنا بقى دهنت الرخامه بتاعتي كده بشويه دقيق عشان ما تلزقش معايا فيها. تمام، وممكن برضو عايزه حابه ترشي على الوش بس رشه خفيفه قوي، او بلاش الوش يعني خلينا في تحت بس لو لزقت معاكي في النشابه او حاجه. وجبت النشابه بقى او اي حاجه كده بقى تفردي بيها، وتبداي تفرديها ايه، تحاولي تفرديها بشكل دائري كده بقى عشان تبقى سهله معاكي في التشكيل اهو كده. بنفردها بقى ما تكونش لا سميكه قوي ولا رقيقه قوي، شايفين السمك كده كده حوالي يعني ايه حاجه بسيطه كده، حوالي يعني اقل من السنتي. تمام كده اهو، يعني شايفين الحجم الكوبايه من تحت القعر بتاعها ده، الحته اللي تحت اللي هي السميكه دي فيها هي بتكون حوالي السمك ده كده. يعني
يعني ما تكونش رقيقه قوي برضو، تكون ماسكه نفسها عشان ما يكونش الدونت معايا رقيق قوي وما يكونش ليه طعم، وما يكونش تخينه قوي عشان ما يكونش قلبه عجين، لانه مش بياخد معانا وقت في السوا نهائي. بنبدا بقى لو انت مش عندك قطاعه تعمليه كده بالكوبايه، وتجيبي غطا ازازه بقى كده، ازازه زيت او ازازه ميه، حاجه تكون نظيفه كده، ونبدا بقى نعمل اللي هو الدايره اللي بتكون في النص. بس كده هو ده شكله، وبيطلع شكله زي بالظبط اللي بيكون بالقطاعة واحلى كمان. الحتة بقى اللي في النص دي ممكن احنا نعجنها تاني مع بواقي العجين اللي بتطلع، يا اما ممكن ان انتي تقليها كده وتحمريها، بتكون حلوة قوي، زي مثلا لقمة القاضي كده او الزلابية، بتكون شكلها حلو قوي برضو. تمام. ممكن بقى انت لو انت خايفة عليه مثلا انت وانتي بتشيليه وتحطي الشكل بتاعه او الخمر بتاعه يطلع منه، فممكن تحطيه كده على مكعبات كده ورق زبدة وتقلبيها، وهو في الزيت بتطلعيها منه. تمام. يا اما بتحطيها عادي خالص لو انت يعني مش هتبهدليه او حاجه. بصوا انا كنت بطلعه اهو عادي برضو، وهطلع من غير ورق الزبده برضو دلوقتي، مش هيحصل له حاجه يعني، بس هو بيحب ان احنا نتعامل معاه بالراحه شويه. اهو كده نكمل بقيه الدوائر بتاعتنا، والدوائر الصغيره دي هنعملها دلوقتي وهتشوفوا هتكون جميله ازاي معانا. وبس كده اهو خلصت بقى الكمية معايا كلها، وبعدين جيت بقى هنا في زيت سخن بقى على النار، واتأكدت بقى ان هو سخن قوي، ونزلت بقى كده بصوا هي مش هتطلع دلوقتي غير بس لما بعد شوية، لما ان هي يعني تتحمر شوية في في الزيت. تمام. هي مش بتاخد وقت نهائي يعني، احنا واقفين قدامها حوالي دقيقة على كل ناحية، مش اكتر من دقيقة. اول ما تاخد لون الدهبي معاكي بتقلبيها على طول. انا بقيت اشيلها كده اسهل اهو كده، اهو كده بالشكل ده بقى نشيل الورق لحد بقى لما ياخد اللون الذهبي معايا، هبتدي اقلبه كده. ايوه الدرجه دي حلوه قوي، يعني الذهبي الجميل الفاتح ده، مش حابه اغمق عن كده، لو انت حابه اغمق سنه ممكن تسيبيه، بس هي الدرجه دي حلوه قوي اهو كده بالشكل ده. ولقيت في مكان فاضي كده فضفت واحده كمان. طبعا لما كمان بيتحط في الزيت بيبتدي يتشكل اكتر وبيتنفخ كده شويه زي ما انتوا شايفينه كده اهو. انا بدأت بقى كده اطلعه خلاص. حلوة قوي الدرجة دي كمان. بصوا اللون جميل قوي، والرسمة زي ما هي يعني ما اتبهدلتش معانا ولا اي حاجة. ده دليل برضو ان العجينة ناجحة معايا، وان الخمر بتاعها حلو قوي وموجود فيها، يعني ما طلعش منها ولا حاجة واحنا بنحطها في الزيت او كده. بس اعمليه بنفس الخطوات ونفس المقادير وهيطلع معاكي ان شاء الله يعني دوناتس ناجح وسهل كده ان شاء الله من اول مرة. وهنا بقى حطيت كده الكرات دي بقى، بدأت احمرها كده في الزيت كده زي ما انتوا شايفينها، اتحمرت وخدت لون حلو قوي، والتكويره بتاعتها كده برضو مظبوطه. كده بقى هنشوف بقى هنزينه ازاي باسهل طريقه. شايفين بقى الكميه معايا حلوه قوي ما شاء الله، الكوبايتين ونص عملوا معايا كميه حلوه جدا. مش هقول لكم على جمال الدونات ده، يعني اول ما بيطلع بقى كده هو سخن بشويه السكر دول، احلى حاجه ممكن تاكليها بقى في ساعتها كده، بيبقى جميل قوي وبيخلص في ساعتها. يعني مش هقول لكم الاولاد هيحبوه ازاي، وبيخلص يعني ما شاء الله في يومها يعني مش هيقعد. بصوا بقى الكرات الصغيرة دي بدأت ازينها كده بالسكر، حبيبات سكر عادي جدا خشن. هنا حطيته بقى في حاجة كده غويطة شوية عشان اعرف اقلبها، وبدأت اطلعه كده. ده شبه بقى شوية اللي هي الزلابية كده. وكده واخد بقية الكمية واعمل نفس الشكل فيها، اقلبها بقى كده. شكلها حلو قوي برضو. انتي لو حابة ان انتي متعملهاش كده ممكن كنت انتي تدخليها في العجين اللي بيطلع ونشكلها تاني على اشكال دونات. هنا بقى عندي حوالي 100 جرام كده من الشوكولاتة الشوكولاتة الخام، سيحتها على بخار مية. بحط مية على النار وبحطها في الطبق كده زي ما هي بالطبق فوق الحاجة اللي انا حطها على النار على البخار، بتسيح معايا. واحط فيها معلقتين من الزيت، زيت نباتي يكون نوع كويس، واقلبها كويس في بعضها. بتفك معايا على طول، مش بتاخد حوالي 10 دقايق على النار. تمام. بتبقى معايا جاهزة كده. بس انا بعملها اوام بقى، لان طبعا الشوكولاتة الخام لو سبناها هتجمد مننا. تمام. وكمان معايا شوكولاته بيضه لسه هوريها لكم دلوقتي هعمل بيها. وادي الشكل جميل قوي.
بس كمان لو حابه ان انت تزينيه باي حاجه فوقيها لازم بسرعه قبل ما الشوكولاته تمسك يعني فيه، علشان خاطر الحاجه اللي انت هتحطيها دي ما تقعش منه. انا حطيت هنا بقى فورماسيل بسيط كده على الوش، ما حبيتش ان انا اغرقه فيها. ودي بقى كرات كده اللي هي شوكولاته كده صغيره. طبعا بقى حابه تسيبيه زي ما هو بالشوكولاته، شكله جميل قوي قوي، مش محتاج اي حاجه. حابه تعملي فيه الاشكال دي ما شاء الله بيبقى شكله جميل برضو. طبعا الاطفال بتحب الحاجات بقى اللي فيها الوان وفيها شوكولاتات وفرماسيل وحاجات من دي. ودي بقى الشوكولاته البيضه، سيحتها برضو على بخار ميه، شوكولاته بيضه خام على بخار ميه برضو، وحطيت عليها معلقتين زيت. قلبتها كويس بقى، ولما ساحت معايا بدات استخدمها كده. طبعا الزيت بيديها لمعه وكمان بيخليها تفك شويه معايا، متبقاش تقيله قوي او مجمده قوي. هنا بقى الشكل اللي هو الشوكولاته الخام السمرة كده، حطيت عليها كده خطوط كده من الشوكولاته البيضه، شكلتها كده بشكل بسيط. وبرضو هاجي كده على الشوكولاته البيضه وهعمل فيها نفس النظام بالشوكولاته الغامقه بالمعلقه كده. وحابه ان انت تحطيها في كيس وتروحي وتيجي بيها كده براحتك. جميله قوي برضو الشكل ده ورقيق قوي. شايفين بقى الجمال، حاجه كده ما شاء الله. وفي كمان عملتها بالسكر. يا رب الفيديو يكون عجبكم والدونات النهارده يكون عجبكم. لو مشيتوا عليه بنفس الطريقه ان شاء الله هتطلعوا باحلى دونات ناجح واحلى دونات جربتوه. يا ريت تدعموني بقى باللايك الحلو منكم كده، ما تنسوش تحطوا اللايك وتدعموني بكومنت حلو منكم. واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.